مساء الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نذكر الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفسك تشتغلي وانت قاعدة في قلب بيتك؟ نفسك يبقى معاكي دخل كده يعني يساعدك في ظروف الحياة؟ عايزة تعملي شغل سهل وبسيط وسريع وإمكانياته بسيطة؟ الفيديو ده ليكي. فيديو جبس او الكونكريت بطريقة سهلة ومكونات بسيطة واشكالها تحفة. انا بصراحة واخداها هواية، مش بشتغل فيها ولا حاجة، بس شغلها روعة. الفيديو ده هعرفك بتتعمل ازاي وايه المواد اللي انت هتستخدميها. يلا بينا داخل الفيديو نبدأ بسم الله. اول حاجة الادوات اللي انا هستخدمها: كوباية فاضية كده قديمة بلاستيك، الكيس البلاستيك او اي حاجة نفرشها، شفشق كده قديم او اي علبة بلاستيك من بتاعة النوتيلا ولا اي علبة جبنة، والفرشة بتاعتي. ويلا بينا نبدأ مهمتنا. هبدأ افرش كده تحت الحاجات اللي انا هستخدمها، بحيث ان انتي ما تبوظيش الرخامة بتاعتك او المكان اللي انتي هتشتغلي فيه. العامل الاساسي هو الجبس. انا كده هتاخدي كوبايتين من الجبس ومعاهم معلقة من الاسمنت الابيض. شلت معلقة من الجبس واحط معلقة اسمنت ابيض بتديها صلابة. تمام. على كوبايتين الجبس دول هحط كام مية؟ كوباية من المية. الشغل ده لذيذ جدا، يعني انت هتنبسطي اول ما تلاقي كده نتيجة الشغل كده طالعة حلوة والفينش جميل. انت نفسك هتنبسطي. في ناس بياخدوها كهواية زي كده، او ناس ممكن يعملوها شغلهم. طبعا بتسوقي ليه وبتشتغلي فينش وشغل حلو جدا، وبتنزلي على صفحات بقى على وسائل التواصل، وبتعملي احلى شغل في قلب بيتك وانتي ما تحركتيش والمكونات بسيطة. نزلت لكم فيديو قبل كده باسعار الحاجة اللي انا جبتها، فممكن تتابعوه. بعد كده دمجت كل الجبس مع بعضه. ابتديت احط كده لون، نقطة كده من اللون البني. ما دمجتوش كله. اهم حاجة تشتغلي بسرعة قبل الجبس ما يجمد معاكي، لانه بيجمد بسرعة، يعني في لحظة بتلاقيه بيجمد. تمام. الاشكال دي انا جبتها من عندي هنا. ممكن تطلبيها اونلاين، في صفحات كتيرة على الفيس، وممكن تعملي بادوات في قلب بيتك كمان. يعني في الفيديو هعمل بالاتنين. اهم حاجة نزلي بسرعة الجبس قبل ما يجمد معاكي، وابتدي طلعي من الشكل الهواء اللي هو فيه والفراغ يعني. تمام. ابتدي سيبيهم كده على جنب. على فكرة انا عبال ما خلصت الشكلين التانيين كان دول جمدوا، يعني ما خدوش ما خدوش ربع ساعة اصلا. بس الاحسن اللي انت تسيبيهم فترة، يعني في الشمس كده لمدة ساعتين، وتبتدي بقى تطلعيهم من القوالب بتاعتهم. وبعد كده بتظبطي اللون، لو عايزة تسيبيه ابيض مفيش مشاكل، بس انا بحس الالوان احسن. عملت كده برضو كمية تانية لاني لسه في حاجات ما عملتهاش، قوالب ما عملتهاش. خلي الخليط كده متماسك. هعمل شكل الدوناتس ده. الجبس بصوا شايفين بيتقل معايا ويعني مش خفيف، فاهم حاجة تشتغلي بالجبس وهو مظبوط. شكل الدوناتس ده بصراحة يعني فشلت مني، عادي مش عيب يعني الحاجة تفشل مني. مرة تانية تظبط معايا ان شاء الله. طبعا احنا عندنا الصينية دي، عندنا في كل بيت اللي هي صينية الحلويات، فانا مش برمي الحاجات دي بصراحة، بستخدمها لحاجات تانية. فقلت هعمل صينية بدل ما اروح اشتريها بقد كده، فاعمل صينية في قلب بيتي بمكونات بسيطة يا دوب، بس هي الجبس اللي كلفني. ابتديت اصب الخليط، هشيل مطرحي كده وانضف، وسيبي الحاجة تنشف. اهم حاجة تكوني لابسة حاجة كده، يعني مش بصوا بقول لكم الجبس لزق كده في الخاتم. لابسة خاتم بقى، لابسة هدوم، يعني خلي شغلك الشغل ده هدوم محددة علشان ما تتوسخش منك. عدى ما يكملش ربع ساعة لقيت الشكل كده اتجمد وبقى زي الفل. طبعا احنا بنستخدم صنفرة
بتتجاب من الموال. المهم انا ما استخدمتش صنفرة بصراحة، الحاجة طلعت مظبوطة ومية مية. القالب ده بيغيب شوية كده عبال ما بيطلع، بس طلع والحمد لله. والنتيجة انا مبسوطة ومبهورة بيها كمان. ابتديت كده استخدم ظهر معلقة، عشان ده سيليكون فبيبقى ماسك جدا في الحاجة. بصوا شايفين الحاجة شكلها تحفة. ده بصراحة لان الجبس جمد مني، هو شكله من قدام حلو لكن من ورا مش مظبوط خالص. هي اما اظبطه كده بالصنفرة، يا خلاص ممكن احطه كده شكلي وديكور وخلاص. بصوا شايفين الحاجة تحفة تحفة. يعني الالوان زي ما انت عايزة، بتجيبي الالوان من عند الموال. عايزة تسيبيها ابيض نفس لون الجبس مفيش مشاكل. بحاول كده احط شمعة، بس ما دخلتش لان المقاس طلع كبير. وعملت كده، عملت شوية كده من الجبس تاني. ابتديت جيت اجيب علبة البخور، دهنتها دهنة من الزيت وحطيتها على جنب وحطيت فيها استرس كده. يعني بصراحة يعني قلت بدل ما الجبس ارميه فاستغله في حاجات تانية. اي شكل عندك، اي شكل علب بلاستيك على فكرة، مش لازم تشتري الحاجات دي لان هي غالية مش رخيصة. يعني اللي هي القوالب السيليكون دي، لو عايزين تعرفوا سعرها ومنين فانا كنت عامله لكم فيديو قبل كده في القناه، فممكن تروحوا تشوفوه. فممكن زي ما بقول لكم كده تستعملوا قوالب بلاستيك، علب بلاستيك، علبة زبادي، علبة بلاستيك، علبة أدوية. بصوا بتستخدموا أي حاجة وبتنفع على فكرة. يعني الجبس بياخد نفس اللون نفس شكل الحاجة اللي انت بتحطوه فيها. ده كده ورق الدهب. ابتدي اعمل كده استرس بسيط. يعني هو مجرد استرس كده بيخلي لونه وشكله حاجة قيمة. يعني بصراحة الشكل الذهبي ده خلاه بقى قيم بصراحة. شايفين انا مبسوطة جدا من الفينش بصراحة. قلت لك عايزه تلونيه مفيش مشاكل، مش عايزه ممكن تسيبيه على لونه الكافيه ده. هو لونه حلو. انا كده هبتدي الون الفازه دي مع اللي هي التانية دي اللي على الشمال دي. يا اما تستخدميها فواحه، يا اما تستخدميها طفايه. يعني ممكن تمشي اي حاجه انت عايزاها. شوفي بقى انت عايزه استخدام ايه. ده شغل في قلب بيتك. ممكن تستغلي لو انت فاضية في اجازة الصيف كده وفاضية عايزة تاخديها هواية، مفيش مشاكل. انا واخداها كده بصراحة هواية، اللي انا اعمل اشكال. وبحب الشغل اليدوي ده، بحبه جدا. يعني بنبسط بالنتيجة الاخيرة بتاعته. فدي حاجة تكفيني وبسلي وقتي في نفس الوقت، فحاجة بسطاني. انت بقى ممكن تستغلي الفرصة دي وتعملي شغل او براند في قلب بيتك. الموضوع مش هيكلفك حاجات كتير. يعني هو الجبس رخيص، بتجيبيه من عند الموال. و قوالب السيليكون دي انت هتدفعي مرة وهي بتقعد معاكي ده على طول يعني. وممكن كمان تستخدمي حاجات في قلب بيتك. فزي ما قلتلك ده مشروع ناجح، ادواته بسيطة، تكلفته بسيطة. يعني ممكن تعملي براند وتسمعي. يعني البراند يكبر، الفينش اللي هيحكم عليكي الناس تشتري منك بالفينش المظبوط بسعرك الكويس بشغلك. وطريقتك بقى، طريقتك في انتشارك. طبعا وسائل التواصل دلوقتي سواء فيس، تيك توك، الانستا، كل الحاجات دي بتساعد اللي الناس تشوفك اكتر. دي الصينية اللي انا عملتها. هتبتدي تطلعيها كده وزي ما قلت لك هتصنفريها. انا بصراحة والله ما صنفرت، يعني ما كانش عندي الصنفرة اصلا لسه ما جبتهاش. ف فسبتها كده. هبتدي برضو دهنتها كده باللون البني. هبتدي انطر عليها شوية كده من الورق الذهبي. هو بيلزق بسرعة بما ان لسه انتي دهناه فبيلزق بسرعة. بصوا شيء يعني بصراحة الشكل تحفة. عملت حاجات ديكور فخم في قلب بيتك. استخدمي بقى طفاية، استخدميها مبخرة زي الفل. المبخرة برضو التانية اللي عملتها على شكل المبخرة دي جميلة جدا. دي هجيب لها ورد بعد كده، شكلها تحفة. حاجة سهلة سريعة، امكانياتها بسيطة، طريقتها مفيش اسهل ولا اروع من كده. اعملي شغل في قلب البيت.
بس فقلتلك كل التفاصيل وطريقة الاستخدام. اتشجعي واعملي حاجتك في قلب بيتك. زي ما قلتلك ممكن تعمليها ديكور كده على قلب ترابيزة الصالون او الانتريه بتاعك، ممكن تحطيه في اوضة النوم على مكتب حد بيستعمله كده زي ما قلتلكوا ديكور زي الفل. والله 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 ما في اسهل من كده شغلانة ممكن تعمليها في قلب بيتك. اتشجعي، هاتيلك ب10 جنيه جبس وشوية قوالب كده من قلب بيتك، وقومي تشجعي وشوفي دنيتك. الست من غير قرش ما تسواش، ما تسواش والله. حطيتها كده في البلكونة عشان تنشف، وهنا بقى منظر البحر كان تحفة. ما تنسيش اللايك والاشتراك وتعليق حلو زيكم.